شهر مايو الجاي بمعدل إنتاج سيارة كل 6 دقايق. تعالوا نشوف القصة بالتفصيل. أعلن المهندس خالد شديد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات عن بدء إنتاج السيارة الكهربائية المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الصناعية الكبرى بداية من شهر مايو الجاي. مواصفات السيارة الجديدة هتكون كالتالي: السيارة هتشتغل بالكهرباء والبنزين، نسبة المكون المحلي هتكون 45% كبداية وهتزيد مستقبليا بالتدريج، مع استهداف الوصول لحجم إنتاج بيقدر ب10,000 سيارة بعد عامين من بدء الإنتاج. حاليا شركة النصر بتعمل على تطوير مصنع سيارات الركوب، وهو مصنع رقم 4 بالشركة اللي بتبلغ مساحته حوالي 40,000 متر مربع، وده بيعادل مساحة 10 أفدنة، وبيعتبر أكبر مصنع من نوعه في المنطقة. نيجي لحكاية تصنيع سيارة كل 6 دقايق. من المخطط بعد الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج، الطاقة الإنتاجية للمصنع هتوصل ل20,000 سيارة في السنة بنظام العمل بالوردية الواحدة، وبمعدل إنتاج سيارة كل 6 دقايق من وردية العمل. وبالنسبة لتكلفة إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة هتكون 20 مليون دولار، تم تمويلها بالكامل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومن المقرر إنه هيتم البدء في تجميع وتركيب خطوط الإنتاج الجديدة بداية من الشهر الجاي. ودلوقتي تعالوا نشوف تفاصيل الصفقة من داخل مصانع النصر نفسها، وتفاصيل السيارة الجديدة اللي مصر هتنتجها هتكون إيه. إعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق اللي كل المصريين بيفخروا بيه وكانوا بيحلموا ان هم يشوفوه يرجع تاني للحياة. يعني مش هبص للكلمة، لكن يعني انا بتكلم من قلبي بصراحة. النهاردة يوم عيد بالنسبة لنا كلنا، والله العظيم هو يوم عيد ان احنا هذا المصنع يعود الى الانتاج. وبقول لكل العمالة اللي موجودة: حافظوا على مصنعكم، ده مستقبلكم، مستقبل أولادكم، مستقبل بلدنا. اسمحوا لي ان انا ارحب بحضراتكم النهاردة واحنا كلنا موجودين النهاردة في واحدة من قلاع مصر الصناعية الوطنية، وهي شركة النصر للسيارات. والحقيقة ده يعني يوم عزيز علينا كلنا، واعتقد يعني وانا بشرف ايضا بوجود معالي السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ أيضا والممثلين لمحافظة القاهرة وهذه المنطقة الجنوبية تحديدا، وكلهم كانوا جميعا ونحن معهم بنحلم أن هذا المكان وهذه القلعة الصناعية تعود مرة أخرى للحياة. ويمكن أنا يعني قبل ما أدخل على الكلمة بتاعتي أنا حابب أن أنا أقول أن يعني الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية ان احنا نعيد احياء هذه القلعة، وكان هناك محاولات جادة يمكن سبقت معالي وزير قطاع الاعمال العام الحالي، ويمكن بوجود معالي وزير الكهرباء حاليا وهو متولي ايضا مسؤولية قطاع الاعمال. كان هناك محاولات جادة وحثيثة علشان نرجع هذه القلعة. وده ليه؟ لأن هذه القلعة الحقيقة بما تملكه من بنية أساسية ومكان ومقومات، وأيضا أعتقد حتى بالرغم من التوقف زي ما سمعنا 15 سنة أيضا هناك قوة بشرية، يعني كانت بتعتبر كنز يعني لا ينبغي التفريط فيه. فالحقيقة الحقيقة كلنا كنا بنحرص بكل الجهد على كيفية إحياء هذه القلعة، وبالتالي كان دايما اقتناعنا ان عشان ما تتكررش تاني نفس المشكلة. الموضوع مش موضوع ان احنا كلنا نبقى عندنا النهاردة حرص ان هذه القلعة تشتغل ونزقها، ويجي اللي بعدنا او بعد فترة من الزمن ترجع تاني نفس المشاكل تتكرر، ونلاقي ان هذه المؤسسة مهددة مرة اخرى بالتوقف والانهيار. كانت الفكر كله كيف نضمن منظومة تشغيل كفءة ومبنية على الطلب ومبنية على الاحتياج الحقيقي لهذه الصناعة. وده علشان يحصل وأرجو ان ده ما يبقى بصورة واضحة. الحكومة بتؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبيرة. القطاع الخاص بيبقى أقدر على ازاي ان هو يقرأ السوق، ويقدر ان هو يحدد احتياجات السوق الحقيقية سواء السوق المحلي او الخارجي، وبيبدأ يساعد وبينفذ منظومات شديدة الكفاءة في التشغيل والإدارة وضمان حتى الربحية لهذه القلاع. هو ده عشان كده كان حرصنا الشديد على عشان نضمن استدامة عودة شركة النصر للسيارات أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية بنقدر من خلالها ضمان التشغيل الكفء والفعال، ونقرأ ازاي احتياجات السوق المحلي والدولي، ونضمن بعد كده استدامة العمل. المقومات اللي موجودة النهاردة في شركة النصر للسيارات، وانا بقولها مقومات تقوم، مش محتاج ان انا اروح في اي مكان اخر، دي تقوم صناعة كاملة
في هذه البقعة الجغرافية من غير ما أنا أحتاج أن أنا أعمل كمان مصانع في مناطق أخرى. ولكن مع ذلك طبعا الدولة بتتوسع في موضوع صناعة السيارات، لأن احنا شايفين أن ده فرصة، أو دي فرصة كبيرة جدا 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 لمصر في خلال الفترة اللي جاية. في نقطة مهمة جدا فعلا يعني قالها السيد المدير التنفيذي، قال ان هذه الشركة تم اخذ القرار بتصفيتها في 2009 في الوقت اللي بدأت في دول اخرى في افريقيا هذه الصناعة، واصبحت النهاردة بعد من 2009 لغاية النهاردة، وده مش وقت كبير، بقت النهاردة بتتكلم على انتاج يتجاوز النصف مليون سيارة في العام، وبيتكلموا على خطط تصل الى 1,000,000 سيارة في العام. يبقى احنا اعتقد لا يمكن مصر تقل عن هذه الدول، بالعكس احنا لدينا القدرة ان احنا نزيد عن كده واكتر. وخلينا نتكلم ان احتياجات السوق المحلي بتاعنا النهاردة بتصل الى ما يقرب من نصف مليون سيارة، دي احتياجاتنا من كل انواع المركبات، وبالتالي ومعروف انها هتزيد من هنا لغاية 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي اللي الدولة النهاردة بتنتهجه وماشية فيه. عشان كده انا بأكد ان عودة شركة النصر للسيارات ده كان قرار استراتيجي من الدولة مش بتفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بالعكس احنا هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، كيفية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وبأكد عليها وثيقة سياسة ملكية الدولة مش معناها ان انا ببيع أصول الدولة، بالعكس ازاي أعظم من الاستفادة واستغلال أصول الدولة. جزء من هذا الموضوع وده اللي هو المحور الرئيسي اللي احنا بنشتغل عليه، كيف ندخل في شراكات مع قطاع خاص كفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وهو ده المثل الحي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. الشيء المهم الأهم كمان وده اللي أنا بأكد عليه، ويمكن كنا بنتكلم قبل ما ندخل لحضراتكم مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والسادة الوزراء المعنيين، ازاي نعمق من المكون المحلي، وازاي النهارده اذا كنا بنتكلم ان المفروض هذه الاتوبيسات اللي احنا هنشهد النهارده يعني اطلاقها المفروض يبقى نسبة الانتاج او المكون المحلي 50%، ازاي زي ما حضراتكم بتقولوا يزيد الى 70%. لدينا كل المقومات في الدولة المصرية ان تزيد كمان المكون المحلي الى اكتر من 70%، وبالتالي هي منظومة الصناعات المغذية اللي بتكمل مع المصنع اللي هنا عشان يبقى عندي منظومة متكاملة في كل شيء، بدءا من موضوع البدن، الجوانب، الصاج، الفرش، الازاز، الموتور، وده شيء مهم جدا ان احنا نشتغل عليه. ويمكن زي ما شفنا في موضوع السيارات الكهرباء ان يكون عندي مصنع لبطاريات الكهرباء لكل المركبات اللي هتبقى موجودة. اللي عايز اكد عليه يعني مش هبص للكلمة، لكن يعني انا بتكلم من قلبي بصراحة، النهاردة يوم عيد بالنسبة لنا كلنا، والله العظيم هو يوم عيد ان احنا هذا المصنع يعود الى الانتاج. وبقول لكل العمالة اللي موجودة حافظوا على مصنعكم، ده مستقبلكم، مستقبل اولادكم، مستقبل بلدنا، ان يكون عندنا هذه النوعية من الصناعات، ومصر تمتلك القدرة، ومصر قادرة انها تعمل وتتفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات، وصناعات اكثر تطورا وتقدما منها كمان باذن الله. وان شاء الله يعني توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا كلنا كمجموعة، الصناعة الصناعة الصناعة. والنهاردة كل تركيز مجموعة التنمية الصناعية ودعم مجلس الوزراء ودعم القيادة السياسية ان احنا ازاي ما نسيبش اي فرصة لدينا في مصر في مجال الصناعة إلا وناخدها وننطلق بيها في خلال الفترة القادمة. وإن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله هتشهد خير أكبر لكل قطاع الصناعة، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات. مرة أخرى أنا بشكركم جميعا على الجهد اللي اتعمل على مدار الشهور القليلة الماضية في إعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق اللي كل المصريين بيفخروا بيه وكانوا بيحلموا إن هم يشوفوه.